Vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay, we gave the flare. Now we're getting. The deal by Wednesday when the ceasefire ends. Will you extend the ceasefire or will I you don't know. start Maybe not. attacks again? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend Would you begin it. So you have a again? blockade, and unfortunately we'll have to start dropping. البارح حتى فرحنا كاملين والعالم كامل فرح وقلنا واخيرا مضيق هرمز تفتح والاثمنه غاديه تنقص وترجع كما كانت. حتى تفاجئنا باللي مضيق هرمز سدات وعاود ثاني ايران. ترامب البارح بلبلها في السوشيال ميديا بالتصريحات ديالو الخاويه، يقول باللي فخور واخيرا وصلوا للهدف ديالهم، ولكن باقي ما عرفش الدقه منين غادي تجيه، وقال باللي كل شيء ولا بخير وعلى خير والاثمنه ديال النفط غادي تزيد طيح، وكيأكد بالقوه ديالو كيقول باللي الاسواق الامريكيه ربحات وباللي ميريكان فرضات الكلمه ديالها قدام ايران وقدام العالم. وبصح هادشي اللي طرا المضيق تفتح وكاع السفن دازوا بسلام، ومن جهه اخرى الاثمنه ديال النفط زادوا هبطوا. ولكن هاد الفرحه ما كملاتش حتى 24 ساعه، حتى ايران قلبات الطابله عاود ثاني كامله، وقوات الحرس الثوري سدات المضيق ثاني من جديد بشكل اللي مفاجئ للامريكان. ولكن علاش هاد القلبه اللي تقلبوا عليهم وفي ظرف 24 ساعه من بعد ما ايران نفسها البارح هي اللي علنات باللي راه غادي تفتح مضيق هرمز قدام العالم كامل؟ ايران كتقول باللي اعتبرات التصريحات ديال ترامب اللي كان كيدير البارح فيها نوع من الاستفزاز والتكبر، بحال الى امريكان هي اللي حاكمه دابا وهي اللي حكمت ايران وبزز منها، وحنا اللي كنتحكموا فيه وشكون غادي يدوز منه وشكون اللي ما غاديش يدوز. وهذا الشيء اللي دارت ايران اليوم وسدات مضيق هرمز، ضربات الهيبه ديال ترامب وكاع داكشي اللي كان كيقول البارح. واشنو غادي يوقع عاود ثاني في هذه اللحظه؟ 20% ديال البترول عاود ثاني ديال العالم بقى محبوس عاود ثاني تما، والاسعار غير ما غتزيد تطلع. الاداره الامريكيه ديال الرئيس ترامب والبنتاغون الامريكي مصدومين وما عارفين شنو دارت ايران. البارح ترامب كيقول لهم باللي واخيرا مضيق هرمز تفتح والعالم غيولي مزيان، وباللي امريكان وايران غادي يديروا واحد المناقشات في الصين وغادي يدوز كلشي مزيان، وباللي الرئيس ديال ايران ولا صاحبه. حتى فجاه تقلب كلشي. حتى السيادي قال لهم ترامب سندمر كل محطات الطاقه والجسور في ايران ان لم تقبل عرضنا العادل. وقال لهم عاوتاني ترامب يعلن السيطره على سفينه ايرانيه حاولت كسر الحصار البحري الامريكي. دابا السؤال المطروح من بعد هذا الشيء كامل، واش امريكان غادي تستعمل القوه العسكريه ديالها باش انها تتحكم في مضيق هرمز، اولا هذا القرار اللي دارت ايران غادي يشعل الفتيل ديال الحرب العالميه الثالثه في العالم؟ واش عاوتاني غادي نشوفوا مسلسل جديد ديال الحرب ونفس المشاكل ثاني غادي تعاودوا؟ الكره دابا كاينه في التيران ديال ترامب اللي تضربات ليه الهيبه ديالو على والو. المهم جاوبونا في لي كومونتير واش متفقين على هذه القلبه اللي دارت ايران على امريكان، اولا هذه المره غادي توقع شي كارثه عظمى. المهم هادشي اللي كان في هذا الفيديو، شكرا على متابعه الفيديو من الاول حتى الاخر. ما تنساش دير معك ديك سبسكرايب مع تفعيل الجرس مع لايك الفيديو مع بارطاج. كان معكم سفيان البغدادي، هلا.